تخيل معايا السيناريو ده. انت راكب الاسانسير وفي ايدك الموبايل، بتكلم صاحبك وبتضحك، وفجأة الو الو يا عم سامعني؟ وفجأة كأنك اختفيت من العالم، ولا صوت ولا صورة ولا انترنت، كأنك دخلت في بعد تاني. بس ليه أول ما تدخل الاسانسير الشبكة بتفصل كده؟ ايه اللي بيحصل وبيخلي الموبايل يبقى فاصل تماما؟ هل في حاجة في تصميم الاسانسير نفسه، ولا الشبكة هي اللي ضعيفة، ولا في سر أكبر مستخبي عننا؟ في الفيديو ده هنتكلم عن كل الأسباب اللي ممكن تخلي الشبكة تختفي جوه الأسانسير، وهنتكلم عن إشارات الموبايل وإزاي بتشتغل، وإيه علاقة المعدن اللي في الأسانسير بالقصة دي، وهل أصلاً في طريقة نمنع ده يحصل، ولا هنفضل نعيش اللحظة دي كل مرة نركب فيها أسانسير؟ استعد بقى، علشان انت على وشك تدخل رحلة غريبة جدا جوه صندوق حديد، صندوق بيعزلنا عن العالم وبيبلع الإشارة وبيسيبك لوحدك في صمت مريب. يلا بينا نبدأ ونكشف السر مع بعض. ليه الشبكة بتفصل أول ما تدخل الأسانسير؟ قبل ما نعرف ليه الشبكة بتفصل في الأسانسير، لازم نفهم الأول إزاي أصلاً الشبكة بتشتغل. يعني إيه إشارة بتوصل لموبايلك؟ الموبايل اللي في إيدك ده هو مش مجرد جهاز بيتكلم وخلاص، ده بيشتغل زي الراديو بالظبط، بس رايح جاي. يعني بيبعت إشارات وبيستقبل إشارات. الإشارات دي اسمها موجات كهرومغناطيسية، بتمشي في الهواء وبتوصل لأقرب برج شبكة. والأبراج دي موجودة في كل حتة حوالينا، فوق المباني، على أسطح العمارات، وحتى في الصحراء. بس انت عمرك فكرت الإشارة دي بتوصل إزاي؟ الإشارة بتسافر من البرج لحد ما توصل لموبايلك، بس بشرط مفيش حاجات كتير توقفها في السكة، زي الحيطان الكتير، الحديد، أو المسافات الكبيرة. تخيل كده، لو واقف في مكان مفتوح الشبكة بتبقى ممتازة، بس لو دخلت مبنى فيه 10 حيطان وثلاث أدوار تحت الأرض، الشبكة تبتدي تضعف واحدة واحدة. وده اللي بيوصلنا للسؤال التاني. دلوقتي تخيل معايا، انت دخلت صندوق حديد مقفول من كل الاتجاهات، سقف، أرض، جوانب، كله معدن تقيل. عارف ده يفتكرك بإيه؟ الميكروويف، اللي بيمنع الإشعاع إنه يخرج من الميكروويف هو نفس اللي بيمنع الشبكة تدخل جوه الأسانسير. الصندوق المعدني ده بيسموه في العلم قفص فاراداي، ودي فكرة بسيطة جدا. أي مكان مغلق بمعدن من كل الاتجاهات بيمنع الإشارات الكهرومغناطيسية إنها توصل لجوه. وده بالظبط اللي بيحصل في الأسانسير. الإشارة جاية من برج الشبكة، عايزة تدخل توصل لموبايلك، بس فجأة تلاقي جدار معدني فتترجع أو تتشتت أو حتى تختفي خالص. الحديد في الحيطان وفي الباب وفي السقف كله بيشتغل كعازل. المعدن بيعكس الإشارة، ميخليش ولا موجة تعدي. والكارثة كمان إن المساحة جوه الأسانسير صغيرة، فلو الإشارة دخلت بطريقة ما بتتنطط جوه ومش بتوصل للموبايل. يعني ببساطة كده، انت بتحبس نفسك في صندوق منعزل عن العالم، وكل مرة تركب الأسانسير كأنك بتدخل كبسولة عازلة للإشارات. سؤال مهم، ليه جوه أوضة عادية في البيت الإشارة شغالة بس في الأسانسير لأ؟ الفرق هنا في نوع المادة. الحيطان العادية غالباً طوب أو خرسانة، ودي ممكن تسمح ببعض الإشارات إن تعدي، لكن المعدن في الأسانسير بيعكس الإشارة تماماً، كأنك في صندوق مغلق. وكمان المساحة الضيقة بتخلي الإشارة تتشتت أو تنعكس بدل ما توصل للموبايل. حاجة تانية مهمة، المسافة بينك وبين أقرب برج شبكة. لو كنت في دور عالي في عمارة، ممكن أصلاً الإشارة تبقى ضعيفة من الأساس، ولما تدخل الأسانسير بتختفي خالص. الإشارات دي مصممة توصل أفقياً مش رأسياً. يعني ممكن تبقى في أوضة في الدور التاني عندك 4 شرطات، لكن في الدور التاني 10 الشبكة تبقى شرطتين بس. حتى لو الإشارة موجودة، ليه الداتا الإنترنت بتفصل؟ ببساطة الإنترنت محتاج إرسال واستقبال مستمر، ولو في لحظة واحدة الإشارة اتقطعت أو ضعفت، الاتصال بيقع. وعشان كده أول ما تدخل الأسانسير الداتا بتقف، مش بس المكالمات. في شركات بدأت تحاول تحل المشكلة دي. بعض المولات والفنادق الكبيرة بيحطوا أجهزة تقوية شبكة داخل الأسانسير. الجهاز ده بيشتغل كوسيط، بيستقبل الإشارة من بره ويوزعها جوه. بس للأسف التكلفة عالية، ومش كل الأماكن بتعمل كده. جرب التجربة دي، خد موبايلك لفه بورق ألمونيوم كويس وشوف الشبكة هتروح ولا لأ. ده نفس اللي بيحصل بالظبط في الأسانسير. المعدن بيعزل الموبايل عن العالم الخارجي،
في بعض الأسانسيرات تشتغل فيها الشبكة عادي. ليه؟ يا إما مصممة بخامات أقل عزلاً، أو فيها فتحة تسمح للإشارة تعدي، أو فيها جهاز تقوية شبكة داخلي. يعني مش كل الأسانسيرات سواء. دلوقتي عرفت إن الموضوع ملوش دعوة بالسحر ولا الجن، هو ببساطة فيزياء وشوية معدن. لو عجبتك الرحلة دي دوس لايك وسبسكرايب للقناة علشان يوصلك كل جديد، وسيب لي في الكومنتات أكتر مكان بتفصل فيه الشبكة. ويا ترى عمرك دخلت أسانسير الشبكة فيه شغالة؟ شكراً ليك، واستناني في الحلقة الجاية من ليه.